ده موبايل كرين فيه محورين، ادي واحد وادي اتنين. تو اكسس، لو ركزت فيه هتلاقي فيه اتنين ايه محور. تو اكسس و 3 اكسس في 3 محاور، يختلف الشكل مع اختلاف طول البوم والكباسيتي، اللي هي قدرة الونش، حجم الونش، وزن الونش. لان الونش ده لود، حمل، محتاج ويلز تقدر تتحمل هذا الوزن اثناء الحركة، ان هو مش هيرفع مش هيترفع على عجلات، لانه مش هيرفع على العجل. ان الونش ده لود، حمل، محتاج ويلز تقدر تتحمل هذا الوزن اثناء الحركة، انه مش هيرفع على العجل. الونش مش هيترفع على العجل. طيب، موبايل كرين differ according to their load capacity and boom length, which changes the overall configuration. تختلف الأوناش المتنقلة حسب قدرة التحمل وطول الذراع، مما يغير من التكوين العام لها. according to، وفقا ل أو حسب. موبايل كرين الأوناش differ تختلف according to their، الأوناش المتنقلة على حسب قدرتها للتحمل load capacity and boom length، طول الذراع، which changes مما يغير the overall الإجمالي أو العام، تمام، التكوين configuration. عندك الفور اكسس له 4 محاور، عجل يعني يا جماعة. تعالى مع بعض نعرف أجزاء في الونش. الموبايل كرين لازما ليه اوت ريجرز اهي، الاوت ريجرز. حتى لما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان قدرة العجل ان هي تشيل او تتحمل الجسم بتاع الكرين اثناء الحركة، بس اما الاوت ريجرز هي الركايز، اللي هيبدأ نحمل ونعمل عليها ثبات بالونش، دي الاوت ريجرز. نعرف كده ان مينفعش الموبايل كرين يعمل عملية رفع هو على الويلز بتاعته الكاونتر ويت. تعالى للكاونتر ويت ده، الجزء ده اللي هو التقل، اللي هو هيعمل بالانس للونش عشان ما يحصلش انقلاب للكابينة. الموبايل كرين في كابينة للدرايفر للسواق، وفي كابينة للأوبريتور اللي هو المشغل. وده البوم وتسمى الليندا. ده الهوك اللي هيكاتش، اللي هيمسك الطرد. ده الهوك بلوك اهو، ده الهوك وده الهوك بلوك. في ناس بتقول عليه اللوك لانجويج في بيئة العمل دوشمة. الواير هيفضل ماشي معايا على ظهر الليندا لحد ما يوصل للدرام، هلف عليه، لازم يتحرك على الشيفز والليميت سويتش. دي مقدمة بسيطة وهنكمل مع بعض. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.